ليه المحامي واخد سمعة كده شوية تخوف؟ سؤال حلو. اولا يعني بالنسبه لمهنه المحاماه ما اعتقدش ان في عيله دلوقتي ما عندهاش محامي. كل عيله لابد ان يكون موجود فيها محامي بيقوم بشغل العيله ديت، بيقوم بطلباتهم، بيرجع لهم حقوقهم لو مظلومين. بصرف النظر بقى عن الفئه الثانيه مثلا من المحامين اللي خدت صوره مش كويسه، الناس بتبدا تقلق منهم، يقول لك لا يا عم ده المحامين ده نصابين، لا ده هينصب عليك، لا ده هياخد حقك ومش هيدي لك نصيبك. يعني الفكره في ان في كل مهنه فيها الحلو وفيها الوحش. المذيعين فيهم ناس كويسين جدا وفيهم ناس برضه مش كويسين، صح. الدكاتره، النجارين، الحدادين، كل مهنه فيها الحلو والوحش. فكره انك تكون صادق وفكرتك ان انت توصل ان انت تسمع اسمي وتقول المقدمه الجميله ديت، يا سلام، هو ده اللي يدللك ان فعلا في حد كويس في المحاماه. طيب انا دلوقتي مثلا قررت ان انا اوكل محامي علشان خاطر انا عندي شويه مشاكل. ازاي اختار المحامي بتاعي؟ يعني اختاره ازاي؟ تمام، هتختاره طبعا للتخصص اللي انت عايزه، لان مهنه المحاماه فيها تخصصات كتير. فكره ان المحامي بيشتغل كل التخصصات ديت موجوده، ولكن دايما التخصص في المجال بيدي لك اقوى نتيجه. انت مثلا محتاج موضوع في احوال شخصيه، بتسال فلان ده متخصص احوال شخصيه، هيقول لك فلان ده متخصص جنائي. انا عن نفسي مثلا متخصص احوال شخصيه ومدني وجنح، ما بشتغلش جنائي. من بدايتي مع المحاماه اساسا وانا رفضت في الشغل في الجنائي، اللي هي المخدرات، الدعاره، القتل، النصب، الحاجات اللي هي الجنائيه الكبيره دي انا ما بشتغلهاش. ليه؟ لان ما حسيتش ان انا هلاقي نفسي فيها، وبعض الاعتقادات الشخصيه يعني. فخلاص انا قررت امتهن المدني والاحوال الشخصيه والجنح وشغل النصب الاموال العامه. ده بيخليني اقدر ان انا اثبت وجودي فيه. فانت محتاج حد، بتبدا تسال والله انا عندي قضيه كذا، مين هيقول لك؟ فلان والله متخصص في الموضوع ده. زي فكره اسال مجرب ولا تسال طبيب. وحضرتك ليك سلاسل كتيره جدا في اسال وليد الفولي او اسال مجرب، كانت ليك فيديوهات زي كده صح؟ ما زلنا فعلا بنعمل على الصفحه عندنا دايما يوم كده بنستقبل فيه الاسئله، وفي على قناه الشمس حاليا برنامج ليا كل خميس على الهواء بنطلع وبنستقبل اسئله الناس وبنرد عليهم في برنامج نادي النساء السري، عشان الاسم بيزعل الناس. نادي النساء السري على قناه الشمس. اسمعوا يا جماعه، استاذ وليد الفولي هحط لكم لينك البرنامج ان شاء الله في ديسكريبشن مع الفيديو بفضل الله.